فيلمنا بيبدأ بفرح كبير لأهل فيكتور بيحضروا الفرح ابنهم من فيكتوريا، وبنشوف أهلها متضايقين لأن هم حاسين إن بنتهم تستاهل واحد أحسن من كده، لكنهم اضطروا يوافقوا على الجوازة علشان هو غني. وبعد كده بنشوف فيكتوريا بتسأل والدتها هو اللي أنا هتجوزه ده هحبه؟ فوالدتها بتقول لها إن الحب مش مهم في الجواز، وأكبر مثال بكده جوازي من أبوكي. وبعدها بيوصل العريس هو وأهله وبيقعدوا كلهم في أوضة الرسم، بس فيكتور قاعد يتفرج على القصر وبعد كده قاعد يعزف بيانو. وقتها فيكتوريا بتكون بتجهز نفسها، وبعد كده لما بتسمع صوت البيانو بتطلع بتشوف مين اللي بيعزف، وبتنزل تتكلم مع فيكتور بتقوله إن عزفه جميل. وقتها فيكتور بيتوتر جدا وبتقوله إن والدتها منعاها من العزف، وإنها من صغرها بتحلم بالراجل اللي هتتجوزه وإنها تتجوز عن قصة حب. وبتشوفهم والدتها وبتزعق لهم لأن هما ما ينفعش يقعدوا مع بعض قبل الجواز. وبعدها بيجي القسيس علشان يدربهم على مراسم الجواز وهم في وسط أهلهم. وبعدها بيوصل اللورد باركس اللي بيتكلم بسخرية وبيقول إن هو وصل في وقت غير مناسب. وبعد كده والد فيكتوريا بيسأل والدتها هو الراجل ده من عيلتك؟ فهي بتقوله إنها مش فاكرة. وبنروح لفيكتور اللي بيكون متوتر جدا، والخاتم كمان بيقع من ايده وبيقع تحت فستان والدة فيكتوريا، وكمان بيولع في الفستان بتاعها بالشمعة اللي كانت في ايده وبيطفيها اللورد باركس. وقتها القسيس بيقوله ان هو مش هينفع يتجوز غير لما يتقن مراسم الجواز. وقتها هو بيتحرك جدا وبيسيب المكان ويطلع بره، وطبعا اللورد باركس بيتريق عليه. وبنعرف بعدها ان فضحته بقت بجلاجل، واحد ماشي في الشارع بجرس بيقول لناس اللي حصل معاه. وبعدها فيكتور بيمشي في الغابة وبيتمرن على مراسم الجواز وهو ماسك الدبلة. فجأة بيلاقي ايد بتسحبه من تحت الارض، وبعدها بيلاقي جثة بتجري وراه وبتدخله عالم الارواح. واهل الجثة بيقعدوا يبصوا على فيكتور وهم مستغربين، وبتقوله الجثة اللي اسمها ايميلي ان هو عمل المراسم بتاعة الجواز حلو جدا وبتلبس كمان الدبلة، وبتقوله ان هم دلوقتي في حكم المتجوزين. ووقتها فيكتور بيكون متوتر جدا وبيسألها هو فين وبيعمل ايه وهم مين. وقتها ايميلي بتقوله ان ده موضوع كبير، وبيجي واحد من عيلتها بيحكي له قصتها وبيقول ان ايميلي كانت بتحب واحد بس اهلها كانوا رافضينه، فاتفق معاها ان هم يهربوا ويتجوزوا بعيد عن اهلها، وانه هيستناها في الغابة علشان يهربوا مع بعض. بس يوميها طلع نصاب وسرق كل حاجتها وقتلها ودفنها تحت الشجر. وبنرجع لعالم الاحياء وبنشوف اللورد باركس بيقول لعيلته ان هو شاف فيكتور في الغابة مع واحدة شكلها غريب. ساعتها مامة فيكتور بتنكر ان ابنها يعرف اي واحدة، وبتقول لهم ان هم هيروحوا يدوروا عليه، وبيتحايلوا على اهل فيكتوريا علشان يعدوا الموقف وهيدوروا عليه علشان يجي الفرح. وبعدها بنشوف ايميلي بتدور على فيكتور في البيت كله، ولما بتلاقيه فيكتور بيقولها ان هو لازم يروح، فهي بتقوله ان خلاص ده بقى بيته وبتديله هدية. ولما بيفتحها بيلاقي هيكل عظم الكلب، وبتقوله ان ده الكلب كان بتاعه وهو صغير، هو بيفتكره فعلا وبيفرح بيه جدا. ففيكتور بيقول لها ان مامته كانت بترفض ان الكلب يقرب منه، فبتسأله ايميلي هي مامته لو شافتها هترفضها؟ فبيقترح عليها فيكتور ان هي لازم تروح معاه عالم الاحياء علشان يخليه تقابل مامتها. فبتاخده نروح عالم كبير وبتروح تقوله انها لازم تروح تقابل مامة فيكتور علشان توافق عليها وتوافق على الجواز. فبيقول لهم ان في تعويذة اوكرانية ممكن تساعدهم، وبيمسك بعدها الكتاب وبيقعد يقرا في التعويذة، وبعدها بياخد بيضة وبيفتحها وبينزل منها دخان، وبيقول لهم ان كده التعويذة نجحت وانهم عشان يرجعوا تاني لازم يقولوا كلمة معينة. وبعدها فيكتور بيقول لها انها لازم تستناه في الغابة وهيروح يقول لأهله ويمهد لهم، وبعد كده هيجي ياخدها. ولما بيروح لبيت فيكتوريا بيسمع اهلها وهم بيقولوا انهم لو شافوه تاني هيخنقوه. وقتها عقل ايميلي كان بيتكلم معاها وبيقول لها ان هو مش هيرجع تاني، بس هي كانت بتعارض وبتقول ان هو هيرجع. فبعدها بيدخل لفيكتوريا من شباك اوضتها وبيتكلم معاها، وهي بتفرح جدا اول ما بتشوف، وبيقول لها ان هو في البداية ما كانش حابب الجواز ده، بس اول ما شافها حبها. وفجأة بتدخل عليهم ايميلي وبترجعه لعالم الارواح، وبعدها بتكون منهارة وبتعيط جدا وبتقول ان هو ضحك عليها وان هو رجع بس علشان يتجوز حبيبته. وقتها فيكتور بيقول لها انه مش هينفع يتجوزه لان هو عايش وهي ميتة، وبيقول لها انها لما سمعته وهو بيقول المراسم في الغابة كان بيتدرب على جواز
هيتجوزه من فيكتوريا مش منها، فبتزعل منه جدا وبتسيبه وتمشي. ولما فيكتوريا بتحكي لوالدتها كل اللي حصل هي مش بتصدقها وبتقولها ان انتي اكيد اتجننت. ففيكتوريا بتقرر انها تساعد فيكتور وبتروح للقسيس وبتحكي له كل اللي حصل وبتطلب منه ان هو يساعدها، بس هو طبعا مش بيصدقها وبيرجعها لبيتها. ووقتها والدتها بتقول لكل اللي موجودين في القصر ان هي تفضل في اوضتها وما تطلعش منها ابدا. فبيستغل اللورد باركس الفرصه وبيقول لهم ان هو عايز يتجوز فيكتوريا وان هو كان على وش جواز من سنين بس عروسته ماتت قبل الفرح. ولما بيروحوا يعرضوا عليها الفكره هي بترفض جدا، فبيقولوا لها انها لازم تتجوزوا علشان تنقذهم من الافلاس وكمان علشان الفضيحه اللي هتحصل باختفاء فيكتور. وبعدها فيكتور بيروح يعتذر من ايميلي اللي بتكون حزينه قوي وقاعده تعزف بيانو، فبيقعد يعزف معاها وفجاه بيسمع صوت اجراس كتير وبيعرف بعدها ان في روح جديده وصلت. بينصدم فيكتور لما بيعرف ان الروح دي هي روح السواق بتاعه، وبيساله وقتها على فيكتوريا فبيقول له ان اهلها اجبروها انها تتجوز اللورد باركس. وقتها بيتأثر فيكتور جدا وبيزعل لما بيسمع كلام السواقة. وبعدها بتدخل روح العالم الكبير وبيقول لإيميلي ان هو لازم يروح لعالم الأحياء من تاني ويشرب سم ويموت علشان يعرف يتجوزها. فإيميلي بتكون حزينة وبتقوله انها مش هينفع تطلب منه الطلب ده، وبيسمعهم بعد كده فيكتور وبيقول لها ان هو موافق. فالعالم بيحذره وبيقوله ان هو لو عمل كده مش هيقدر يرجع للبشر مرة تانية. وبعدها فيكتور بيعزم كل الأموات على فرحه هو وإيميلي، وبنشوف بعدها ان الاموات ظهروا بعدها لعيلة فيكتور وفيكتوريا، فبتخاف كل المعازيم اللي موجودة في فرح فيكتوريا وبيطلعوا ويسيبوا الفرح. فاللورد باركس بيقول لفيكتوريا انها تجيب الفلوس بتاعتها ويهربوا، فبتقول له فيكتوريا ان هم مفلسين وانها كانت هتتجوزه علشان تنقذ اهلها من الافلاس، وبتسيبه وبتمشي. وبتشوف بعد كده الارواح كلها رايحين على الكنيسة وبتبدأ مراسم الجواز بتاعت فيكتور وايميلي. ولما بيجي فيكتور علشان يشرب السم هي بتمنعه وبتقول له انها مش هتقدر تدمر حياته زي ما حصل معاها. وفجأة بتدخل فيكتوريا هي واللورد باركس القاعة، وبتتفاجئ ايميلي لما بتشوف اللورد باركس لان هو ده الشخص اللي ضحك عليها. ووقتها بيحاول يخطف فيكتوريا بس فيكتور بيقاوم وبيحاول يتخانق معاه، وقبل ما يقتله بتيجي ايميلي وتنقذه. لورد باركس بيتكلم بسخرية وبيقول ان هو هيشرب في صحة ايميلي اللي عمرها ما هتكون عروسة، ووقتها ما بيكونش عارف ان العصير اللي هو بيشربه ده فيه سم وبيموت وبيتحول لروح، وبتهجم عليه بعدها كل الارواح علشان ينتقموا لبنتهم ايميلي. وقتها فيكتور بيحضن فيكتوريا وبتسيبهم ايميلي وتمشي، ففيكتور بيحاول يوقفها فهي بتطمنه وبتديله الخاتم وبتشكره ايميلي جدا على موقفه معاها وان هو ما طلعش وحش زي اللورد باركس وكان هيضحي بحياته علشان خاطرها، وبتديله الدبلة بتاعت فيكتوريا في ايديه. ووقتها ايميلي روحها بتتحرر وبتتحول فعلا لفراشات تحت ضوء القمر، وبيبص عليها فيكتور وفيكتوريا وهي بتطير في السماء. وقتها فيكتور وفيكتوريا بيكونوا مبسوطين جدا لان هم اخيرا هيتجوزوا. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.